السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نوجدوا واحد العصير كيجي غزال. وهذا الصهد راه غير ديال العواصر. هذا الصهد راه لا اله الا محمد رسول الله، الله يرحمه وصافي. عندنا كمية تاع الليمون، انا عندي تقريبا شي كيلو شي حاجة، وعندي 4 تاع الخوخ كبار كنديرهم في المجمد، وعندي الخيزو انا عندي صغار، عندي تقريبا شي 5 تاع خيزو صغار، حبات حبات شي 5 صغار. اذا عندكم 2 كبار او 3 اكتفيو بداك المقدار. صافي غندوزو دابا الطريقه. كندوزو هاد الخيزو راه ديجا مقشر، انا غادي تشوف معايا في الفيديو ديجا مقشر. غادي نقطعوه وغادي نقطعوه كما بغيتو تقطعوه. انا كنقطعو شرائح شويه ضعاف، رقاق شويه، مع اصلا هو راه ما غيطيبش بزاف. دابا تشوفوا في الفيديو كيبقى شاد في راسو باش ما تمشيش منه داك الجهد تاع الخيزو وداك لي فيتامين اللي فيه ما يمشيوش لينا. يعني كنخلي فيه الخضوريه شويه. بالنسبه لهذا قطعته كندوزو الليمون تا هو كنقشروه. هانتوما معايا في الفيديو كغادي تشوفوا الطريقه. راه هاد الصهد غير ديال العواصر زعما كميه كيخرج كميه كثيره وساهل. يعني مكونات كيكونوا موجودين. الخوخ كون موجود في هذا الصيف، كاين غير هو، واخا شويه طالع في الثمن، ولكن علاش لا ماشي مشكل. كتخرجوا كميه كثيره، يعني تخرجوا 5 يطرو، انا خرج ليا 4 يطرو ونص. نتوما راه يمكن لكم تخرجوا حتى 5 ونص 6 لتر، على حسب كتحكموا نتوما في ديك الخطوريه تاع العصير كيفاش بغيتو. يعني انا هاد العصير راه معتمد عندي، كنديرو اغلبيه الخوخ فاش كيكون واجد في الصيف، راه ديما عندي انا في الثلاجه، ديما موجود عندي. صافي كنقشروا داك الليمون وكنحيدوا له ديك ديك العلفه وداك ديك البيوديه، ديك القشره اللي كتكون ما بين القشره وداك اللب. كنحيدوا ديك باش ما تجيبش لنا العصير ماشي سالهاي. هانتوما كتشوفوا في الفيديو. وصافي وحاولوا ما تدوز لكم حتى شي عضيم تاع الليمون هكا والبرتقال. يعني احنا كنقولوا الليمون، شي بعض يقولوا له البرتقال. وصافي كنديروا كل شيء في الكوكوط. كنديروا داك خيزو، نديروا الليمون، وكنديروا معاه حتى الخوخ. داك الخوخ كتخليو بالعظم ديالو باش هو داك العظم كيطلق داك المذاق. وفي الطياب راه مجمد، ديجا قلت لكم عندي في الكونجيلاتور. صافي ما كتخليوش يطيب، غير كتصفر الكوكوط، كتخليو 5 تاع الدقائق وكتطفيو عليه. يعني كيجي منعش. بلي غتجربوا هاد العصير غيبقى هو المعتمد عندكم. راه ما عندكمش الخوخ راه يمكن لكم تعوضوه بالشهديه، يمكن لكم لا كاين المشماش ديروا المشماش تا هو كيجي غزال. يعني اللي متوفر لكم غادي ديروه. وصافي السكر على حسب الذوق ديال كل واحد. انا درت تقريبا شي زلافه ونص هكاك، دوك زلاف الصغار متوسطين. ودرت هنا ايطرو ونص تاع الماء مع عادي درتو. غنسد عليه كما قلت لكم، غير كتصفر كوكوط 5 تاع الدقائق. وغادي نشوفوا ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي نطحنوا. صافي هو وجد لينا العصير ديالنا، هو وجد. صافي كندوزو نحيدو دوك العظام تاع الخوخ. انا راه عندي 4 راه باينين. يعني اللي دار كميه كثيره تاع الخوخ كان صغير، حسبوا هذا لا تمشي يخسر لكم الميكسور او الخلاط ديال العصير، لا يضيع لكم، ما يتهرس لكم الكاس. او انا غنطحن بميكسور. نتوما يعني الميكسور راه يمكن لكم طحنوه سخون. كان خلاط عندكم تاع بلاستيك تاع العصير مونينكس، يعني خليوه يبرد باش ما يضيعش لكم الكاس. يضيع لكم الكاس يتهرس لكم. وصافي انا حيد دوك العظيمات كاملين
وغادي نطحنو وهانتوما معايا. كنوريكم خيزور باقي شاد فراسو، يعني راه ما كيطيبش، كيبقى شاد باش مش كتحسي بان راه ماشي طيب. كيعطي الا طاب بزاف خيزو كيعطي واحد واحد المذاق في شكل في العصير، ما خصوش يطيب. وسمحوا لي على التصوير، حقاش الشمس داخله من الشرجم، يعني ما كيبانش داكشي واضح مزيان. الشمس عرفتي راه كتحرق في اليدين وشاده بداكشي، ولكن في الفوق راه ما يعني التصوير ما عاطيش الحق ديالو، حقاش الشمس داخله من الشرجم. راه كيبان لكم التصوير كيفاش داير، كيبان كلشي، كيبان الخيال تاع الشمس وداكشي تاع الرجيلات واش كنصور ديال، راه باين بان راه الشمس داخله مع يعني ما واضحش التصوير بالشمس. وصافي بعد ما طحنتو كنزيد له ايطرو ونص خر تاع الماء، يعني المجموع 3 لتر تاع الماء اللي درت. وصافي كنطحنو هكايا وانتم كتحكموا، راه يمكن لكم تخرجوا قلت لكم حتى 6 لتر تاع العصير. صافي صفيتو في مصفات هكا، اي مصفى عندكم صفيو فيها ضروري. كنحيدو دوك الشوائب اللي في العصير. وصافي انا خليته ثقيل ومازال باللي برد راه زاد ثقال مزيان. وصافي وهانتوما القريعات اللي يعني ترونس يعني راه 4 لتر ونص. يمكن لكم نتوما ديروا حتى اكثر. ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش من لي بارطاجيو مع الاهل والاحباب والاصدقاء ديالكم. والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله، والسلام عليكم. وتنسانيش من لايك ودوك التعاليق ديالكم زوينين، هما اللي كيحفزوني باش نزيد نحط لكم شي فيديو اخر. والسلام عليكم.